شاهدوا معايا الإخوان الطائر الكناري صاحب اللون الأحمر. أنتم كما كتلاحظوا معايا الإخوان، فالطائر الكناري صاحب اللون الأحمر أو كما يسمى بالريد فاكتور. فالإخوان الطائر هذا لا يتواجد في الطبيعة، فقام الإنسان بالتهجين ديال هذا الطائر هذا اللي غنتكلموا عليه في هذه الحلقة. فكما كنلاحظوا الإخوان، فالطائر هذا كيتميز باللون ديالو الأحمر وكيتميز بالوجه الأصفر ديالو. كما كنلاحظوا كيتميز باللون الاصفر في الوجه ديالو، فكما كنلاحظوا الاعين ديالو في اللون الاسود وكيجي بالوجه ديالو الاصفر. فالاخوان ان شاء الله غادي نتكلموا على الطائر هذا اللي هو لا يتواجد في الطبيعه، وقام الانسان بالتهجين ديال هذا الطائر هذا، فغنتكلموا عليه في الحلقه هذه. فالاخوان تبعوا معايا الحلقه هذه ان شاء الله اللي غنتعرفوا فيها على طائر الريد فاكتور. فالإخوان طائر الريد فاكتور فهو طائر لا يتواجد في الطبيعة، بل الإنسان هو اللي قام بالتهجين ديال الطائر هذا اللي عطانا هذا الكناري في اللون الأحمر. فقاموا الناس ديال الدول الأوروبية خاصة دولة إيطاليا، فهم اللي ابتكروا أو قاموا بالتهجين ديال الطائر هذا صاحب اللون الأحمر، اللي لقى واحد اقبال كبير بالنسبه للمربيين. فهو كيتميز بهذا اللون ديالو الجميل بصراحه. فالاخوان الناس ديال دوله ايطاليا هما اللي قاموا بتهجين هذا الطائر هذا، اللي قاموا بتهجين بعض الطيور اللي هي بريه اللي هي كتحمل اللون الاحمر، وقاموا بالتهجين ديالها مع طائر الكناري. فكانت الحصيله كيخرجوا بهذا اللون الاحمر، ولكن ما كانش بديك السهوله اللي كنعتقدوا. فالاخوان لما قاموا بالتهجين بعض الطيور مع طائر الكناري، ففي الاول ما خرجوش على اللون الاحمر مباشره، وهنا كان امامهم واحد العائق اللي هو كبير، واستمروا في البحث ديالهم حتى وصلوا للطائر اللي كيحمل اللون الاحمر. فالاخوان بالنسبه للطيور اللي كتكون في الطبيعه، فهي كتناول بعض البذور اللي كتعطيها ديك الصبغه ديالها او اللي كتعطيها اللون الاحمر. الاخوان نحط الطائر. السلام عليكم الاخوان، ان شاء الله في هذه الحلقه هذه اللي غادي نتكلموا فيها على طائر احمر او طائر ريد فاكتور. واحد الطائر اللي هو جميل ولقى واحد الاعجاب كبير عند محبين الطيور المغرده. فهو كيتميز باللون ديالو الاحمر اللي هو واحد اللون جميل، ولقى واحد الاعجاب كبير كما سبق قلت لكم عند محبين الطيور المغرده. فالطائر الاحمر فهو كيتميز باللون ديالو الجميل. فان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي نتكلموا كيفاش حتى حصلوا على الطائر هذا اللي صاحب اللون الاحمر. فالاخوان كان واحد الاجتهاد كبير بالنسبه في الدول الاوروبيه، خاصه دوله ايطاليا اللي هي اجتهدت وعطاتنا الطائر الكناري صاحب اللون الاحمر. فهنا الاخوان قاموا في دوله ايطاليا بتهجين طائر الكناري مع بعض الطيور اللي هي بريه، اللي هي كتحمل اللون الاحمر. لما قاموا بتهجين الطائر الكناري مع الطيور اللي هي بريه، فكانوا دائما كيحصلوا على طائر في اللون الاصفر او في اللون الابيض. وهنايا كانوا دائما كيلقاو هذا المشكل هذا ديال الطائر كيخرج لهم في اللون الاصفر او في اللون الابيض، ورغم انهم كيقوموا بالتهجين ديالو مع الطائر اللي هو كيكون احمر في اللون في البريه. فهنا دائما كانوا كيحصلوا على الطائر اللي هو اصفر تقريبا. فهنايا كانوا احتاروا بزاف وما عرفوش شنو هو السبب اللي كيخلي الطائر يخرج في اللون الاصفر، رغم انه كيقوموا بالتهجين ديالو مع الطائر اللي هو احمر في الاصل، فكيخرجوا في هذا اللون. فهنايا كانوا بعض المشاكل الاخوان، لان الطيور في البريه اللي كتكون كتحمل اللون الاحمر فهي كتناول بعض النباتات او بعض الفواكه اللي هي كتكون كتعطي هذاك اللون الاحمر. مثلا كطائر التفاحي، فكما كنعرفوا ان طائر التفاحي لما كيعيش في القفص ما كيبقاش يتناول بعض النباتات اللي هي كيتناولها في البريه. لما كيتربى في القفص فكيفقد داك اللون الاحمر ديالو. وكذلك لما قاموا بالتهجين ديال هاد الطيور هذه مع طائر الكناري، فالطائر اللي كيخرج في التهجين فهو كيفقد داك اللون الاحمر. فهنايا توصلوا بلاش ان في الطبيعه الطيور كتناول بعض الاكل او بعض النباتات اللي هي كتعطيها داك اللون الاحمر، مثلا كالتوت البري او بعض الفواكه اللي كتكون في الطبيعه وكتعطيها داك اللون الاحمر. فهنا الاخوان قاموا بصناعه او تقديم بعض المواد الغذائيه اللي هي كتحمل اللون الاحمر،
قدموها للطائر الكناري، وهنايا بدأ الطائر يسترجع اللون الأحمر. وهنايا كانوا توصلوا من الضروري تقديم المواد الغذائية اللي كتحمل اللون الأحمر للطائر، حتى يحصلوا في النتيجة على طائر أحمر لون كامل. فهنايا كان واحد المجهود من دولة إيطاليا اللي عطاتنا هاد الطائر هذا اللي هو طائر جميل. فهنا بالنسبة للإخوة اللي كيقوموا بتربية الطائر الأحمر أو طائر ريد فاكسر، فالطائر هذا فلما كيدخل في مرحلة غيار الريش كيسقط الريش ديالو بالكامل، فهنا كيرجع كيولي اللون ديالو أصفر. فبالنسبة للإخوان الموالي أو المربين فهم كيعرفوا المسألة هذه، فكيقوموا بتقديم الطيور ديالهم بعد المواد الغذائية اللي كتباع جاهزة عند بائع الطيور، أو كيقوموا بالتقديم بعد مواد اللي هي غذائية اللي كيحصلوا بها على الطائر اللون الاحمر. فانا الاخوان كانت معايا هذه الحلقه هذه اللي هي قصيره وجميله، وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وكان معكم يونس العنباري وتحياتي لكم.